مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من سؤال جريء. حلقة اليوم مخصصة بالكامل عن موضوع الأخت كاميليا شحاتة. هذا الموضوع الذي تسبب في الكثير من القيل والقال ولمدة شهور، والجماعات السلفية تتبناه وتتخذه ذريعة للضغط على الكنيسة المصرية ولاضطهاد الأقباط ومحاولة إذلالهم. ظهرت كاميليا في فيديو من قبل، لكن وبالرغم من ذلك استمرت الإشاعات والأقاويل. اليوم وبشكل حصري نستضيف الأخت كاميليا شحاتة وزوجها الكاهن تداوس سمعان، ونسمع منهما القصة الحقيقية الكاملة كما حدثت. أنا فرحان أستضيفكم أبونا القس تداوس سمعان وأختنا كاميليا شحاتة وابنكم الصغير. أهلا بكم. أول حاجة أكيد متابعين اللي بيحصل، وأكيد شايفين المظاهرات في أمام الكاتدرائية، والسلفيين مكبرين الموضوع قوي. أنا عايز أسمع، سمعت قصص كثيرة لكن أنا مهتم أسمع القصة الحقيقية منكم. فهل ممكن أخت كاميليا تحكي لنا القصة كما حصلت بالضبط؟ الحكاية بدأت أنا تغيرت عن البيت فترة، يعني يومين ثلاثة كنت عند ناس قرايبي رايحة أعصابي من الضغط بتاع الشغل ومن البيت، وكان في يعني خلاف بسيط بيني وبين أبونا. كان عندك معلش كان عندك خلاف ما بينك وبين أبونا؟ وخلاف زوجي ولا خلاف ديني؟ لا، زوجي زي أي بيت. نعم، تفضلي. بس فلما تغيرت وانا كنت ضغط ان انا ما قلتش لحد ان انا في مكان في وجودي، وهم في البيت عملوا ان انا يعني متغيبه ومش عارفين مكاني، فراحوا بلغوا امن الدوله وبلغوا، فعملوا مظاهرات برضه. ابتدى يطلع بقى الكلام ان انا مخطوطه. لحظه اخت كاميليا، رحتي عند حد من العائله، قرايب ولا مين؟ قرايبي من بعيد. بس قرايب من بعيد. في حد كان يعرف فين رحتي ولا لا؟ لا، ما حدش كان يعرف. ما هي دي كانت غلطه ان انا ما قلتش لحد يعني. وسبت ابنك مع مين؟ سبت ابني مع حماتي. مع حماتي. اه. وقلت لها انك رايحه ولا ما قلت لهاش؟ ما قلتهاش، ما حدش كان يعرف في البلد خالص. فزعلتي، رحتي كم يوم تقريبا؟ تقريبا كان 3 ايام. 3 ايام. وبعدين ايه اللي حصل بعد ما رحتي؟ اللي حصل ان لما ما لقيونيش بلغوا امن الدوله، وان هم جوزي واهلي يعني بلغوا امن الدوله ان انا مش موجوده. طلع كلام بقى في البلد ان انا مخطوفه وان انا حد خاطفني عشان يسلمني، والكلام ده هو اللي يمكن سبب الحكايه دي كلها يعني. بس بعد كده امن الدوله وصل لي المكان اللي انا كنت فيه. بعد كده خدني سلمني لاهلي. اخذوك من عند قرايبك؟ اخذوك على القسم اولا ولا لا؟ على امن الدوله لزغلي. واستجوبوك؟ قعدت عندهم كم؟ هو يوم، قعدت انه ليله يعني. يوم وليله؟ قالوا يوم واحد. لا، يوم واحد. يعني رحت الصبح مثلا واطلقوك المساء او رحت بالليل، وثاني يوم بالليل كنت يعني سلموني لاختي. رحتي، معلش لو تعيديها مره ثانيه ما سمعتهاش كويس. رحت بالليل، يعني هما اللي جابوني عند اهلي قرايبي اللي هم كنت عندهم بالليل. أيوة. ثاني يوم يوم الخميس بالليل. ثاني يوم الجمعه كنت اختي جت سلمتني من امن الدوله. فهل استجوبوك وعملوا معاكي تحقيق ولا لا؟ استجواب عادي يعني، كانوا بيسالوني انت فين وكنت فين، ايه سبب ان انت مشيتي كده يعني. استجواب عادي، ما عملوش اي حاجه غير كده يعني. طيب لما رجعتي رجعوك فين؟ هل ممكن تقولي لنا ولا لا؟ اختي استلمتني، بس رحت مكان اهدي اعصابي، يعني بعد كده رجعت بزوجي عادي ورجعت بابني وكملنا حياتنا عادي. اختك اللي استلمتك من امن الدوله؟ اختي اللي استلمتني. اختي طيب. وجوزها. اختك وزوجها. ورحتي معاهم لحد ما استريحتي، وبعدين رجعتي لابونا بعد كم يوم تقريبا؟ مش فاكره الفتره بالظبط، بس هي تقريبا من شهر او اقل من شهر. فعشان تهدأ الامور بينك وبينه قعدتي شهر معاهم كده.
طيب عايزين نعرف بقى ترددت أقاويل كتيرة إنك أسلمتي، إنك رحتي عند الشيخ أبو يحيى. هل بتعرف الشيخ أبو يحيى ده اللي طالع من قريب أو من بعيد؟ ما اعرفوش عن طريق النت بالاعلام، يعني ما اعرفش عنه اي حاجه، انا اول مره اسمع عنه وما اعرفش هو طلع ليه الدعايات دي كلها. هل قابلتيه في أي يوم من الأيام في حياتك؟ عمري، انا اول مره اشوفه كنت على شاشه النت، اول مره اشوفه يعني. طيب لكن عمري ما كنت ولا عمره هو شافني حتى. في وقت قالوا انك اسلمتي، هل فكرت في الاسلام في اي وقت في حياتك وقلت لشخص انك تريد ان تصبح مسلمة مثلا؟ لا مستحيل، مستحيل ان انا اقول كده، ولا قلت ولا هقول. انا مسيحيه وهفضل طول عمري مسيحيه، ولو رست على ان انا يعني يموتوني عشان افضل مسيحيه هفضل مسيحيه. هل شككت في دينك المسيحية في اي يوم من الايام؟ لا طبعا. انا المسيح ده في دمنا من واحنا صغيرين، من ساعه ما خدنا الميرون وانا مسيحيه، وانا واسرتي كلنا متدينين، وكل العالم كل الموايس عارفه عننا كده ان احنا مسيحيين متدينين وما بنسيبش الكنيسه، ومن واحنا صغيرين متربيين في الكنيسه وحياتنا كلها في الكنيسه، خدماتنا في الكنيسه، لما بنحب نترفع بنروح الكنيسه، كل حاجه حياتنا في الكنيسه. أنا عايز أسأل سؤال صريح، معلش وسامحيني. هل في أي يوم من الأيام اعتقدت أن محمد رسول من عند الله والدين الإسلامي دين من عند الله؟ لا طبعا. أبدا. أبدا، مستحيل أساسا إن أنا أفكر في التفكير ده، ولو 1% حتى، 1 في المليون. طب معلش أسألك برضو، قلتي ما شفتيش الشيخ أبو يحيى وما تعرفيش خالص. هل ذهبت للأزهر لأي سبب من الأسباب في حياتك؟ أنا عمري ما نزلت مصر قبل الموضوع ده غير في رحلات، وغير كده ما أعرفش مش حتى أمشي في مصر. عمري ما رحت، يعني كل زيارتي في مصر القديمة، الكنائس اللي فيها كنائس أي كنيسة يعني، كده غير كده ما بعرفش أمشي في مصر أساسا. هل هناك أي صدق للأقوال اللي بتقول إنه لك صديق في المدرسة علمك الدين الإسلامي وعملوا لك حفلة واحتفلوا بيك بسبب دخولك للإسلام؟ لا طبعا. أنا أساسا المدرسة اللي أنا فيها الدعوة اللي أنا اتعرفت على واحد هناك، هو اللي علمني أصلا. أنا ما كنتش أعرف أساسا أسامي المدرسين اللي معايا لغاية يمكن قرب الامتحانات آخر السنة، وأنا خصوصا ما كنتش كملت فيها 9 شهور غير بالموضوع ده يعني. ما كنتش أعرف، حتى المدير بتاع المدرسة لما راح أمن الدولة واستدعوه عشان يستوجبوه ويشوفوا إيه الأخبار يعني، قال لهم ده أنا لو بنتي مش هشكك فيها زي ما شكرت في جماليا. أنا ما كنتش أعرف أسامي المدرسين اللي معايا، كان كل احتكاكي بالمدرسات اللي معايا مش أكتر. يعني حتى أسماء المدرسين معاك ما كنتش تعرفيهم، والمدير قال إيه مرة تانية لأنه ما سمعتش كويس؟ أنا لو بنتي مش هشكك فيها زي ما هشكك في جماليا. أيوه. و يعني في صورة منشورة على النت وبيقول أبو يحيى أنك كنت لابسة حجاب ونقاب ودخلت على الاستوديو المقابل للأزهر وأخذت صورة هناك. هل سبق لك في أي يوم من الأيام ارتديت الحجاب حتى بالضحك يعني بالهزار، يعني النقاب الإسلامي ده؟ ولا ضحك ولا بضحك، أنا ما بستوعب قبل كده يعني. أنا أول مرة أشوفها الصورة، يعني الصورة مفبركة يعني، وباينة إن هي مفبركة يعني. يعني ولا مرة لبست النقاب؟ ولا مرة، ولا عمري حتى غطيت شعري يعني. طيب في الناس بتسألني، طيب ليه في وثائق موجودة عند السلفيين بينشروها ويقولوا اهي عندنا وثائق ودي كانت واخداها معاه عشان تأسلم، ولما اختطفها امن الدولة بقيت الوثائق معانا منها عقد الزواج مثلا. فايه تفسيرك للموضوع ده؟ أنا من النوع اللي بشيل معايا الأوراق بتاعتي. أنا ساعة ما رحت أمن الدولة كانت معايا الأوراق دي، هما خدوها مني. فالوثائق دي كانت موجودة في أمن الدولة، غير إن الوثائق دي موجودة في أي مكان ممكن يطلعوها، فأنا ما أعرفش هما بقى خدوها من أمن الدولة طلعوها من مكان تاني، بس الوثائق دي كانت معايا ساعة ما كنت مش موجودة في البيت يعني. ليه بتاخدي معاك أوراقك الرسمية؟
يعني باستمرار بيطلبوا منا طلبات في الإدارة، يعني أنا مدرسة فبيطلب منا طلبات ومدرسة مؤقتة عشان يثبتونا. كل شوية بيطلب منا طلب، هاتوا ورق كذا هاتوا ورق كذا، فبخليها معايا عشان ما احتاجش إن أنا أروح البيت أو عاوز إن أنا أدور على ورقة، بيبقى معايا ورقي كله بحيث إن أبقى جاهزة في أي وقت. طب كان في صور برضو، صور قديمة وحاجات ما اعرفش بالظبط، لكن كان في صور شخصية، هل دي كانت معاك برضو؟ كان معايا بعض الصور موجود معايا في شنطتي برضه بتتسحب. فهل تعتقدي انه امن الدولة سربها للناس التانيين او حاجة زي كده؟ الله أعلم، أنا ما أعرفش بصراحة، ما أعرفش هي وصلت لهم إزاي، يعني أنا ما أقدرش أجزم هي وصلت لهم إزاي، لكن كل اللي أعرفه إن هما كانوا معايا وكانوا خدوها مني أمن الدولة. طب غير كده ما أعرفش أي حاجة. في حاجة برضو بيقولوا أخرجتي مبلغ من البنك، مبلغ محترم كده قبل اختفائك، كان زوجك يضع عندك العطاء أو التقدمة أو حاجة زي بتاع الكنيسة، ورحتي طلعتيها أمانة منك وحطيتيها وبعدين تركتي له رسالة وتركتي البيت. لا أنا أولا ما تركتش رسالة، ثانيا الفلوس دي كانت فلوس التحويش بتاعت فلوس التحويش، يعني محوشينها أنا وهو وفلوس أخو جوزي. أنا درست على إن إحنا عندنا شقة جديدة فكان هيشطب فيها، فأنا سبتهم له عشان أساس إن هو هيشطب الشقة في الفترة اللي أنا خفت أحسن يعوزها، في الفترة اللي أنا مش هبقى موجودة فيها، فسبتها له مش أكتر. ففعلا أخدت فلوس من سحبتيها وحطيتيها؟ عاوز سبتها في البيت بس بدون رسالة إن أنا سايباها في البيت في المكان اللي إحنا هنحط فيه فلوسنا. طب ازاي عرفوا هم المعلومة دي؟ مين عرفها؟ ازاي وصلت لهم؟ يعني والدي لما عرف المعلومة دي جالها الأمن الدولة، بالتأكيد هما عرفوا الأخبار دي برضه من أمن الدولة. والدك صرح بالموضوع ده للأمن الدولة؟ اه. طيب هما كانوا بيدوروا على أي وسيلة إن هو يوصلوا لي، يعني كانوا مجرجرين عليا، فكان أي معلومة يعرفوها كانوا بيروحوا يجيبوها على أمن الدولة بحيث تساعدهم في البحث عني يعني. هل في شيخ بيقول عنه أبو يحيى أنه من عندكم من دير مواس اسمه الشيخ حظ محمد خليفة، وبيقول أنك اتعلمت الإسلام على إيده، هل في أي صدق للأقوال دي؟ أنا أول مرة أسمع الاسم ده من حضرتك، يعني ما سمعتش الاسم ده من قبل كده، حتى مش موجود في المواس حد شوف اسم الشيخ حظ. طيب عايز أسألك عن الكنيسة، هل الكنيسة احتجزتك في أي وقت من الأوقات في حياتك؟ لا خالص، الكنيسة ما عملتش أي حاجة في موضوعنا ده غير إن هي احتضنت المظاهرات في الأول خالص، غير كده ما لهاش أي علاقة، ولا هي استلمتني زي ما بيقولوا. أنا أختي اللي استلمتني، المكان اللي قعدت فيه فترة عشان أريح أعصابي كان بعيد عن الكنيسة خالص، ملوش أي ارتباط بالكنيسة، الكنيسة ملهاش أي ارتباط بقصتنا، وأنا مش عارفة هما إزاي بيقولوا إن أنا محتجزة وإن هما عملوا لي غسيل مخ والكلام ده كله ما حصلش. الكنيسة ملهاش أي ارتباط بيا في الموضوع ده خالص يعني. هل الكنيسة أجبرتك على الرجوع لزوجك ولا لا؟ مفيش أي إجبار من ناحية الكنيسة، ده إحنا حلينا الموضوع مع بعض وخلاص يعني. مشكلة زي أي مشكلة، بيتدخلوا الأهل وبيحلوا المشكلة بيرجعوا الزوجين لبعض، ما كانش في أي حاجة تاني.